السلام عليكم واهلا ومرحبا ابناء طلاب الثاني الاعدادي وفيديو جديد. وصلنا لريفيو A اللي هي بعد يونت 3 المراجعة على التلاتة يونت. هيبقى معانا الريفيو بعدها على طول ان شاء الله. الفيديو القادم هيبقى يونت 4. تابعوني. Review A lesson 1 page 32. Listen complete question with correct question word. هنستخدم أداة الاستفهام المناسبة. عندنا how what ما أو ماذا what time ما الوقت where أين who من وبتسأل على العاقل why لماذا. number 1 is done. number 2 who did you live with مع من تعيش. 3 what time did you usually get up. 4 why did you get up so early. أسئلة في الباست في الماضي بديد وبعدها المصدر. 5 how did you go to school. بيسأل على وسائل المواصلات كيف تذهب المدرسة. 6 what subject do you like at school. ما المواد التي تفضلها في المدرسة. Listen again and complete the answers to the question. هنجاوب على الأسئلة. number 1 he lived. طب قلنا lived ليه يا مستر؟ علشان هنا بنسأل بديد ومع المصدر بنجيب باست سيمبل ماضي بس تصريف تاني. he lived in a village near Luxor. يعيش في قرية أو كان يعيش أو عاش في الباست عاش في قرية بالقرب من لوكسور. 2 he lived with his parents, sisters and grandparents. الكلام ده بنعرفه من listening. 3 on a school day he got up at 4:30 a.m. 4 because he lived far away from his school. 5 he went on his bike. 6 he liked math the best. أفضل مادة بالنسبة له. يبقى تاني يا شباب انت بتشوف معايا كده لو السؤال الأول where did you live when you were a child. فهنا الإجابات على الأسئلة بنقول اللي هي نمبر 1 هتشوف على طول في المقابل اللي هي نمبر 1. نمبر 2 who did you live with زي ما احنا شايفين عرفنا grandparents. 3 what time بتسأل على الوقت قلنا 4:30. أنا بتكلم علشان اللي مش فاهم الأسئلة والإجابة طريقة الإجابة. بنسأل بواي. نمبر 4 لماذا الإجابة because أو بنجاوب ب2 وقلنا because he lived far away from his school. سألنا نمبر 6 what subject أو الأول how. نمبر 5 how did you go to school كيف تذهب للمدرسة. قلنا he went to school. لو أنا بتكلم عن نفسي أقول I went to school. بتكلم على شخص نقول he went. بنقول إيه هنا لأن بنتكلم على listening على الشخص اللي كان بيتكلم عن نفسه. he went on his bike على دراجته. The last one number 6 what subject قلنا he liked math the best. Now look carefully at the picture. نعمل difference الاختلاف أو نجد الاختلاف وده قوة الملاحظة. هنعرف إن الصورة picture A the girl is reading. طيب picture B the girl is talking on the phone. picture A the sun is shining. لو بصينا في الشباك هنشوف the sun الشمس طبعا بتشع ضوءها مشمسة. هنبص هنا هنلاقي هو مش واضح بس هو it's raining تمطر. picture A the chair is strapped زي ما احنا شايفين الكرسي مخطط. picture B the chair is red كرسي أحمر. the curtains are dark blue. طيب في picture B the curtains are light blue أزرق فاتح. ممكن نتكلم على حاجات كتير ده يرجع لقوة الملاحظة اللي عندنا. بعد كده listen to life in Antarctica. دي طبعا قارة في القطب الجنوبي. بنقول الريدنج ونكمل على طول ونختار. بقول لي I used to work as a scientist at university. كان بيعتاد أن يبقى بيتكلم في الباست. used to تتكلم في الباست وزي ما احنا عارفين بيبقى subject قبلها فاعل بعدها infinitive مصدر. I used to work as a scientist كعالم at university في الجامعة. then I saw a job advertisement. بعد كده رأى saw تصريف تاني اهو second form of the verb. advertisement أكيد كلنا عارفين إن هي إعلان
an advertisement for scientists to work in Antarctica for a year and أكيد هنستخدم الباست سيمبل التصريف التاني. I thought it looked interesting. طبعا إن هي تبدو شيقة أو رائعة. picture B something R أو هنا التكست النص اللي هو B اللي هو يبقى نمبر 1. طبعا هنعرف احنا بنوصلهم بالأسئلة بس بنقرأ عشان الإجابات. some things ده جمع يبقى are the same as whom. We usually get up at about 7 a.m. 7 صباحا ده زي daily routine. نستخدم البريزنت سيمبل. We have breakfast and do some exercise then we start work at 9 a.m. and finish at 5 p.m. الخامسة مساء. We eat dinner together and then watch TV, play some games or read. ده زي ما أنا قلت daily routine. Picture C or text C at the moment. خلاص يبقى احنا كده هنستخدم ال present continuous المضارع المستمر. It is winter so it is dark all the day and night. The weather is very cold and windy. Only 20 people are working here now. كل كلماته at the moment و now. I miss my friends. أفتقد أصدقائي and family وحشني يعني. But it's an amazing experience. تجربة رائعة أو مذهلة. read the text again and match question 1 زي ما احنا قلنا 2 3 زي ما احنا شفنا. number 1 B number 2 C number 3 A. بعد كده هنسأل الأسئلة أهو. what is the daily life like in Antarctica. letter B. what is the difference about life in Antarctica. C. 3. why did you come to work in Antarctica. تبقى A. now use the words to make questions and ask and answer question in pairs. هنعمل أسئلة ونجاوب عليها. number 1 what is the weather like now. the sun is shining and it's hot. number 2 what are you looking forward to. look forward to ناخد بالنا يا شباب بيجي بعدها الجيرند أو فيرب بلس ING. تطلع إلى. number 3 how often do you exercise. ممكن نجاوب نقول twice a week. 4 what time do you go to sleep. at 10:30 p.m. number 5 what did you do last night. علشان بنسأل في last night أو في الماضي يبقى تصريف تاني. I watched an action film. ممكن نقول أي حاجة بنعملها last night الليلة الماضية بس نستخدم السكند فورم اوف ذا فيرب التصريف التاني فقلنا I watched an action film. the last one number 6 what did you eat for dinner yesterday. ممكن نقول I ate crispies and fried potatoes. now write a reply to the email from a pen friend in Canada. احنا عارفين how to write an email to from subject ودير وفي الاخر best wishes او yours وبنكتب اسم المرسل اللي هنعمل له فيديو خاص بيه ان شاء الله. best regards. انتظرونا في يونت 4. good luck. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.